في أماكن مهما طال عليها الزمن تبقى مليانة أسرار ما تنكشف، وأحيانا بعض الأسرار لازم تبقى مدفونة. الليلة اسمعني زين، اللي راح نقوله يمكن يخليك تفكر 1000 مرة قبل ما تقرب من مكان مهجور، لأنه مو كل قصة تصير تنتهي بسلام. وكالعادة جهز قهوتك واقعد في ركن هادي، ولا تنسى تضغط لايك حتى تدعمنا وطفي النور، وهنا نقدر نقوله على بركة الله نبدأ الحكاية. هذه المرة مو اتصل علي واحد من أصحابي، لكني سمعت عن قصة غامضة صارت البنت صغيرة عمرها 9 سنوات، اختفت قدام بحيرة بشكل غريب وما لاقوها أهلها، فرحت ودورت حتى لقيت القصة كاملة اللي حكاها أخوها. يحكي آدم اللي هو أخو البنت ويقول: كنا نسكن في قرية صغيرة مكانها بين الجبال والغابات، وكان عندنا في المنطقة بحيرة اسمها بحيرة الظلال، وكل أهل القرية كانوا يخافوا يقربوا منها بعد الغروب، لأنه كانت خرافة تقول أنه اللي يقرب منها ما يرجع، يختفي تماما عن الوجود. أما عن أختي لينا فكانت تحب تروح تلعب قدام هالبحيرة، خصوصا بعد ما يقرب بالغروب، والمشكلة أنه حذرناها كم مرة لكنها ما كانت تسمع الكلام. وفي يوم من الأيام كان الضباب كثيف، وكان وقت الغروب تقريبا، أخذت لينا معها جهاز تسجيل قديم لأنها كانت تحب تسجل صوتها وهي تغني، وراحت على ضفاف البحيرة ولكنها ما رجعت، اختفت تماما وما بقى لها أثر. طلع الصبح وما لقيناها، بالرغم من أنه كل القرية كانت تدور عليها. ولما جت الشرطة قالت يمكن غرقت، بس جدتي مريم العجوز اللي تعرف كل أسرار القرية نظرت لي بعينين مرعبتين وقالت: يا ابني، مو كل شيء يطيح في المية يطفو، بعض الأشياء تأخذها الظلال للأبد. آدم ما كان يصدق الخرافات وما صدق كلامها، وقرر يبحث بنفسه عن أخته لينا، وبعد كام يوم لقى جهاز تسجيل لينا عن ضفة البحيرة، كان متكسر شوي لكنه شغله وسمع صوتها تقول: في أحد هنا ماما. وبعدها صمت، لكن لما رفع الصوت سمع شيء ثاني، أنفاس ثقيلة، همسات، كأن في حد هناك بس مو بشر. يقول آدم: كنت أعرف أن الحل الوحيد هو أني أروح للبحيرة بالليل وأشوف بنفسي. حملت كشاف وجهاز تسجيل ورحت هناك. لما وقفت عن الضفة الهواء صار ثقيل، نسيت كأنه في حد يراقبني، وفجأة الصوت اشتغل لحاله: آدم تعال، أنا هنا. كان صوت لينا، بس لما لفيت شفت انعكاسي في البحيرة، لكن كان في شخص ثاني وراي، يد شاحبة طلعت من الظلام مسكت كتفي. التفت بسرعة وهناك على الجهة الثانية من البحيرة كان في شخص واقف. ايش؟ أبوي؟ نعم أبوي اللي اختفى قبل 15 سنة. لا تبحث أكثر يا آدم، اللعنة ما تنتهي. رجعت للبيت وأنا في حال صدمة، واجهت جدتي وصرخت فيها: وش القصة؟ وبعد صمت طويل اعترفت وقالت: زمان جدك حاول يكسر اللعنة لكنه فشل، كل جيل واحد من عيلتنا لازم يختفي في البحيرة، وإلا الظلال بتاخذ 2 بداله. تخيل لينا كانت الضحية الجديدة، وإذا ما تحققت اللعنة شخص ثاني بينسحب معاها. بعد هالكلام اللي صدمني رجعت للبحيرة عازم أنهي كل شيء. وقفت عند المية، الضباب كان يلف في المكان والهمسات رجعت، وفجأة شفت لينا واقفة فوق سطح البحيرة، عيونها فارغة، وهمست لي: آدم لازم تختار، أنا ولا أنت. مديت يدي أمسكها لكن حسيت بشي يسحبني، الضباب لفني بالكامل. حاولت أقاوم لكن فجأة حسيت بشي يرميني على الأرض بقوة. فتحت عيوني ولقيت نفسي على ضفة البحيرة، والمية هادية كأن شي ما صار أبدا، لكن لينا كانت هناك واقفة على سطح الماء تبتسم ثم اختفت. اليوم اللي بعده الشرطة لقوا جهاز تسجيل مرمي على الضفة، لما شغلوه سمعوا صوت لينا تهمس: آدم فين رحت؟ وبعدها صوت مخيف مو بشري: اللعبة ما انتهت، اللعنة بتستمر. يمكن البعض يقول إنها مجرد حكايات، ويمكن البعض الثاني يحاول يلقى تفسير منطقي، لكن احنا شفنا الحقيقة بعيننا. مو كل لغز يحتاج حل، ومو كل باب لازم ينفتح. بعض الأسرار الأفضل تبقى مدفونة. وهكذا تكون قصتنا انتهت، وكل عادة اللي يحب نحكي حكايته
يتواصل معايا في الروابط الموجودة في الوصف، ونشوفكم في الحكاية الجاية. سلام.